أهلا بكم. ما زال حديثنا متواصل حول الأسوة والقدوة في التاريخ، وما زال حديثنا متواصل كمان حول النبي صلى الله عليه وسلم كأسوة وقدوة لنا. موضوع الفيديو بتاع النهاردة هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. عشان نعرف قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا، لابد من استعراض تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ حياته. النهاردة اخترنا للفيديو بتاعنا عنوان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، عشان نتكلم بس عن 53 سنة اللي قضاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، منذ ولادته حتى هجرته إلى المدينة المنورة. معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة 53 سنة دول كلهم أو غالبيتهم كان عايش في مكة، إلا في 3 مواقف. أولا، لما ذهب وهو طفل صغير مع السيدة حليمة السعدية لرضاعته على عادة أشراف العرب، وكان في بادية مكة، يعني في منطقة قريبة مش بعيدة. المرة الثانية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته، تجارة خديجة بنت خويلد، إلى الشام. المرة الثالثة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثقيف بالطائف لدعوتهم إلى الإسلام بعد اشتداد إيذاء قريش في مكة له. وبالتالي فمعظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة قضاها في مكة المكرمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل سنة 570 للميلاد، في 12 ربيع الأول كما هو معروف، ولم يكن التاريخ الهجري حتى ذلك الوقت، لأن التاريخ الهجري بدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول. توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت أمه وسنه 6 سنوات، ثم توفي جده عبد المطلب وسنه 8 سنوات. في تلك الفترة نلاحظ أن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شدة، ما كانش زي أي طفل عادي ولد في مكة منعم بثراء أبيه أو بثراء قبيلته. لما انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو طالب عمه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يثقل على عمه، ولاحظ أن عمه أبو طالب له الكثير من الأولاد، فاستأذن في أن يخرج للعمل، وخرج بالفعل لرعي الغنم. أول شغلانة اشتغلها النبي صلى الله عليه وسلم هي رعي الغنم. ثم بعد ذلك، وعندما وصل لفترة الشباب أو لمرحلة الشباب، عمل النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة السيدة خديجة بنت خويلد في الشام. في تلك الفترة أعجبت السيدة خديجة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، أو بأخلاق هذا الشاب محمد وصفاته، كما أعجب به كل من تعامل معه سواء في الشام أو في مكة، كل اللي تعامل معه. وعقب هذه الفترة لقب محمد بالصادق الأمين، لأنه كان صادقا وأمينا في تعاملاته ومعاملاته. إذن نحن أمام طفل حياته شديدة، مش طفل منعم، ونحن أمام شاب أيضا ذو صبر وذو قوة وذو جلد لكي يخرج للمتاجرة، على عكس أبناء قريش آنذاك في تلك الفترة الذين كانوا ينعمون بثراء آبائهم. بعد ذلك تزوج
النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وسنه 25 سنة، وسنها آنذاك 40 سنة، ورزق منها بجميع أولاده ما عدا إبراهيم رضي الله عنه الذي كان من ماريا القبطية. لو لاحظنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بقى، غير التجارة وغير رعي الغنم، حياته الخاصة بقى أو التدين عنده، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجه إلى عبادة الأصنام أو الأوثان أو التقرب منها، لكنه كان يخرج إلى الجبال وإلى غار حراء للتفكر والتعبد بما يعرفه من الملة الحنيفية أو ملة سيدنا إبراهيم التي كان عليها كثيرا من العرب آنذاك وكثيرا من أهل مكة في تلك الفترة، إلى أن وصل إلى سن 40. كان يذهب إلى غار حراء خاصة في فترة رمضان، لم تكن الشهور العربية ولا الصيام، إنما كانت هذه الشهور معروفة. كان يخرج إلى هذا الغار البعيد عن مكة، لم تلهه أضواء مكة ولا احتفالاتها ولا نواديها ولا ما يفعله الشباب بها، إنما كان يخرج يتعبد في هذا الغار، وإلى أن آتاه الوحي في سن 40. والقصة المعروفة أن الوحي ظهر له وتمثل له وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه أول آيات نزلت من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذهب مسرعا من ثقل هذه الحادثة وقال زملوني زملوني إلى بيت السيدة خديجة زوجته، فلما ذملوه وأفاق قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. المواقف بقى اللي هتبين لنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة، وازاي ان السيدة خديجة احتوته وقالت ما يدل على ان هذا الرجل كان قدوة. قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت والله لن يخزيك الله أبدا، فأنت تصل الرحم، يعني إنسان قريب من أهله، وتحمل الكل، يعني بتشتغل للناس، يعني بتساعد الناس، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الدهر. أنت إنسان خامل الذكر، أنت إنسان فيك صفات كويسة. هنا القدوة. ثم انقطع الوحي لفترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يخرج يعني نفسه يشوف اللي حصل ده ويتكرر معاه المشهد تاني، لأنه عايز يتيقن أكثر، إلى أن جاءه الوحي وتمثل ما بين السماء والأرض سيدنا جبريل، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال دثروني دثروني. فلما أفاق من هذه الوعكة أو الصدمة نزل عليه الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر الآيات. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مكلف أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإلى نبذ الشرك، وإلى إيقاف عبادة الأصنام والأوثان، وإلى الوحدانية الخالصة لله تعالى لا شريك له. هنا حمل ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مجهز أخلاقيا لحمل هذه الرسالة
ما كان استطاع أن يحمل هذه الرسالة. وهنا لابد لنا إذا أردنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الإنسان نفسه ويوطد نفسه على حمل المسؤوليات، حمل الصعاب، حمل المهمات الثقيلة، حتى إذا كلف بمهمة يستطيع أن يؤديها على أكمل وجه. وهو ما حدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يؤدي الرسالة على أكمل وجه. لأن اللي جاي كمان في الفترة من 40 ل 53 اللي احنا بنتكلم عنها، الفترة المكية دي من 40 ل 53 سنة، فترة صعبة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الدعوة بأكثر من مرحلة. المرحلة الأولى هي الدعوة السرية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم سرا للإسلام، لنبذ الشرك ونبذ عبادة الأوثان والأصنام سرا. فآمنت له زوجته خديجة وبعض المقربين، ومنهم علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق الذي آزر النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن معه بعض أصدقائه وأصحابه كعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وغيرهم الذين كانوا من أوائل من أسلموا. ثم جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدعوة السرية بالآيات القرآنية الكريمة: فاصدع بما تؤمر. وبدأت المرحلة العلانية من الدعوة. في البداية قريش كانت تعلم أن محمد ابن عبد الله هو الصادق الأمين. لم تنكر قريش في البداية ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن بدأ يدعوهم إلى ترك الأوثان والأصنام ونبذ الشرك والدعوة لوحدانية الله سبحانه وتعالى، وبدأ بتسفيه أحلامهم والعيب في آلهتهم، وهي معيبة بالفعل، بدأوا يصدوه أو بدأوا يراجعوه وبدأوا يتكلموا معه. هنا بيبان صمود النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا بنتكلم عن القدوة، فالقدوة في الصمود. بيبان صمود النبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش. قريش ناس مش سهلة، ناس بتفكر وهم كثر، وناس عندها غرور، وناس عندها كبرياء، وناس مش هتسيب ديانتها بسهولة أو مش هتسيب عبادتها بسهولة، خاصة إن هي كانت بتتربح من الأصنام والأوثان اللي كانت محطوطة حوالين الكعبة. وفي موسم الحج كان بيجيها من كل حدب وصوب، وكان ليها تجارة في تلك الفترة، فمنتفعين من النظام القائم. ازاي انت بقى هتيجي تقضي على الموضوع ده يا محمد؟ وبالتالي قريش بدأت تعارض بكل ما أوتيت من قوة. ومن المعروف انهم رجعوا عمه أبو طالب أكتر من مرة في أمره. بالبلدي كده قول لابن أخيك يرجع، إن كان عايز ملك نديله، إن كان عايز ستات نزوجه أحسن بنات العرب، إن كان عايز فلوس، إن كان عايز ذهب، إن كان. صمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشهورة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ثم راجعوه مرات ومرات، ثم أرادوا أن يوغروا صدر العرب عليه في موسم الحج. وهنا كانت قضية كبيرة في إطار القدوة اللي احنا بنتكلم فيها. لما كان العرب بييجوا يحجوا إلى مكة قبل البعثة النبوية المطهرة، كان أشراف مكة بيكلموا الناس في إن محمد ده رجل صادق أمين،
وكان حتى بعض الناس بيحطوا أماناتهم، أو كثيرا من الناس بيسيبوا أماناتهم والحاجة بتاعتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق الأمين. فقريش لما أرادت أن تتحدث وتكذب النبي صلى الله عليه وسلم لم تستطع تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي احنا كنا قبل كده بنقول عليه الصادق الأمين، وقعنا في مشكلة، هنقول لهم بقى ده أصبح وحش؟ ما ينفعش، وهم كمان هيقابلوه ويسمعوا منه. ولكن قريش حاولت، وكانوا يقولون إنه لساحر ولا مجنون وكذا وكذا وكذا، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكثير من العذاب في تلك الفترة والكثير من الاضطهاد، حتى أذن لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة. ولما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة أصبحت الدعوة بتنتشر خارج مكة، الأمر اللي خلى قريش بعتت عمرو بن العاص لكي يوغر صدر نجاشي الحبشة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم صبروا واستطاعوا أن يردوا الحجة بالحجة، واستطاعوا أن يحدثوا النجاشي بالإسلام وهو على المسيحية، وقال قولته المشهورة: إنما جاء به محمد ابن عبد الله وعيسى ابن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة، أي هذا النور من قبس واحد أو من مكان واحد، وهو من عند الله الواحد. هكذا فشلت قريش في مسألة الحبشة، اشتد إيذاؤهم له مرة أخرى، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة أو يثرب آنذاك، وظل هو بمكة إلى أن يأذن له ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة مع أصحابه. سبقوا أصحابه، وكان طبعا في الفترة دي آمن عمر بن الخطاب وآمن حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بإسلامهم أسلم الكثير من أهل مكة، واللي أصبح بعد إسلامهم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد إسلام عمر أن يخرج إلى الكعبة ويصلي أمام الناس، وفرق الله بعمر بين الحق والباطل فسمي الفاروق. هكذا بدأ المسلمون يذهبون إلى يثرب مهاجرين. كان قد سبق ذلك أن عندما جاء العرب في موسم الحج قابل النبي صلى الله عليه وسلم وفد من يثرب مكون من عدد بسيط 12 رجل و3 من النساء، وبعت معهم مصعب ابن عمير الصحابي الجليل لكي يدعو إلى الإسلام في المدينة. وفي الموسم التالي جاءوا بأكثر من 73 رجل من الأوس والخزرج، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا معه عند العقبة، وسميت بيعة العقبة، على أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأن يؤازروه وأن ينصروه أو يناصروه، ولذلك سموا بعد ذلك بالأنصار. وكان الجو في المدينة المنورة مهيأ لاستقبال هذه المدينة أو هذه البقعة للإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود عندهم علم ومعرفة من الكتب القديمة عندهم من التوراة والإنجيل إن في نبي هيظهر في هذا الزمان، وإن قرب ظهور هذا النبي. فعندما علموا ذلك عرفوا أن هذا هو النبي المنتظر. الحاجة الثانية أن لم يكن عند أهل يثرب الأوس والخزرج ما يخشون عليه كما تخشى قريش من تغيير الوضع الراهن آنذاك اللي هم قائمين فيه، وهم يعبدون الأصنام والأوثان ويستفيدون منها في مواسم الحج والمواسم الأخرى. وبالتالي كانت يثرب مهيئة لاستقبال الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أذن ربنا سبحانه وتعالى للنبي بالهجرة،
وبدأت رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك المسيرة الطويلة الممتدة ل53 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به للشباب آنذاك، ومثالا يحتذى به للشباب حتى يومنا هذا، كيف استطاع هذا الرجل تخطي كل هذه الصعاب، كيف استطاع هذا الرجل أن يصمد أمام كل هذه المخاطر وأمام كل هذه الإغراءات. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. ربنا يقدرنا ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده من أحسن المواسم اللي نقدر نتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. يا ريت نقتدي، وأنا بذكر نفسي أول حاجة، نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة. تحياتي.